السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكون في احوال وصحه جيده يا رب. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو اليوم او الوصفه اليوم ان شاء الله يا ربي. كما كتلاحظوا معايا الشباكيه او المخرقه لشهر رمضان الكريم، يدخل عليكم الصحه والسلامه والتوفيق ان شاء الله. اليوم ان شاء الله يا ربي غنحضر معكم هاد الشباكيه بطريقه جد سهله، حتى اللي ما عمرها ما جرباتها ان شاء الله يا ربي غادي تنجح معها من اول تجربه، بلا تماره بلا عذاب بلا دليك. وصدقوني كتجي رائعه، كتجي كلها مجعبه كما كتلاحظوا معايا، كلها بديك بويوقات وكتشرب العسل، وكتجي في نفس الوقت هشيشه كتذوب في الفم. صدقوني هاد الطريقه ان شاء الله يا ربي غتولي معتمده عندكم. المهم كنتمنى الفيديو اليوم او الوصفه اليوم او الطريقه اليوم تنال الاستحسان ديالكم، وبقاو معايا باش نبداو بالمكونات ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبدا معكم من الزنجلان واللوز. الطريقه باش كنطحنوه. عندي هنايا الزنجلان كاس معمر، غادي ناخذ واحد المقيله اللي سخنتها مزيان حتى سخنت، عاد ندير فيها ديك الزنجلان، وهكا غنبقى نحركو شويه شويه حتى كنحس به سخن. يعني هنا ملي كنقيسوه راه سخون باش كيتطحن مزيان. صافي هنا طحنته ونطحنوه حتى كيولي يعني بودره. الا كانت الماكينه ديالكم ما كطحنش مزيان خلطوا معاه شويه ديال الطحين وكيتطحن، اولا من بعد غربلوه. المهم انا هاد المكونات كاملين غادي نولي نغربلها. كذلك عملت مع اللوز حتى هو كاس معمر. حتى هو عاوتاني سخنت المقله مزيان وحطيته فيها وخليته حتى سخن وطحنته حتى هو. وبالنسبه لحبه حلاوه والنافع حتى هما غنعمل لهم نفس الطريقه، يعني كنسخن المقله ونحيدها من على البوطه ونحط فيها حبه حلاوه يعني حتى كتسخن، يعني كنقيسوها بيدانا كنصيبوها سخونه صافي ونطحنوها. يعني صافي من بعد ما وجدنا الجاجلان ديالنا واللوز راه كلهم خضر، يعني راه ما محمرين لا حتى حاجه، يعني غير سخناهم باش طحناهم. صافي غناخذ كاس واحد اخر عاوتاني في نفس القياس، يعني نفس الكيسان اللي كنعبروا بهم كاملين. عملت واحد شويه ديال الزعفران الحور، والا كانت عندكم الضويمه ديروا الضامه ديال الزعفران، انا ما عنديش. هنا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الخل، ما تكثروش من الخل، يعني عا 2 معالق راه كافيين. غادي ندير كيلو ديال الطحين. صافي ديك 2 معالق خويتهم على ديك الزعفران، وغنكمل الكاس بالماء زهر. المهم كاين اللي كيبغي يعجن غير بالماء زهر، انا ما كيعجبنيش الماء زهر بزاف، يعني كندير غير كاس هكا مكمل 2 معالق ديال الخل وكنكمل عليه بالماء زهر. ومن بعد الا باقي خصني سوائل في العجينه كنكمل بالماء اولا بالحليب. وهنا غادي ناخذ المسكه الحره شي 4 ولا 5 ديال الحبات، نتوما كتشوفوا معايا، المهم ماشي بزاف. هنا غندير غير 4 حيت عندي حبه واحده كبيره، وغنضيف لها واحد شويه ديال الملحه وغنطحنها يعني عاب هكا بالكاس، يعني القاعد الكاس نتكيو عليها راه دغيا كتطحن. صافي من بعد ما طحنت المكونات اللي غنحتاجهم غندوز باش نذكر معكم المقادير يعني مضبوطه. الكاس ديال الزنجلان عطاني 90 غرام يعني في الوزن ديالو، وكاس ديال اللوز عطاني 100 غرام، وهنا عندي 100 مليلتر كاس ما معمرشي ديال زيت الزيتون. المهم زيت زيتون خفيفه، ممكن انكم تخلطوها مع زيت المائده. هنا عندي عاوتاني كاس ديال الزبده ما معمرشي اللي عطاني 100 مليلتر. الزبده كندوبوها ونحيدوا لها الحليب ديالها. وهذا الكاس اللي عملنا فيه الماء الزهر والخل والزعفران حتى هو 100 مليلتر الكاس ما معمرشي. هنا القرفه عندي مطحونه، غادي ندير معلقه صغيره، وحبه حلاوه غندير معلقه كبيره، والنافع حتى هي معلقه كبيره. وهنا هذيك المسكه الحره اللي حاكيناها مع الملحه. وهنا الجوزه ما عندي شي يعني حبه باش نحكها، عندي هذيك مطحونه وتا هي فيها واحد الريحه غزاله خديتها من ميركادونا. ونحتاجو واحد الحبه البيض كامله ومعلقه صغيره ديال الخميره بالحلويات. دابا غادي ندوز، عندي هنا كيلو ديال الطحين اللي غادي نغربلوه. صافي هنا من بعد ما غربلنا الطحين غادي نضيف النواشف. غنبدا بالمسكه الحره مع الملحه، معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال النافع او حبه حلاوه، معلقه يعني 2 معالق المجموع ديالهم الا كانوا مخلطين. وغادي نضيف الخميره ديال الحلوى يعني معلقه صغيره معمره ما يعادل 7 8 غرام. وغادي نضيف ديك اللوز والزلجلان، واحد راس معلقه ديال الجوزه، يعني ما نكثروش منها. الا كانت عندكم يعني الحبه صحيحه تحكوها هكا 2 ولا 3 المرات. صافي هنا نخلط من النواشف مع بعضياتهم مزيان. هاد العمليه اللي غنشارك معكم هي اللي كتخلي لنا هذيك العجينه
كتجي مدلوكه وساهله في التحضير وكتحيدوا عليكم حتى الخدمه. انا غادي ندير هاد العمليه بنهار وغنكمل عليها النهار الثاني، ما كتحسوش حتى بها. صافي من بعد ما خلطت ديك النواشف مزيان مع الطحين، غادي ندوزهم هنايا في هاد الصفاي اولا في شي غربال. المهم ضروري نغربلوهم باش كيندمجوا لنا المكونات كاملين مع بعضياتهم، وكما قلت لكم كتسهل علينا حتى العمليه ديال العجين، يعني كيكون كلشي مندمج مع بعضياته وكتجي العجينه مدلوكه غير بهاد الطريقه هذه. صافي من بعد ما غربلتو كما كتشوفوا بقاو معايا ديك الحبيبات هنايا هما غلالدين شويه. صافي غنحيدهم، هادوك هما اللي الا بقاو لنا كيقطعوا لنا العجينه. صافي نتخلصوا منهم. ودابا غادي نضيف الزيت والزبده اللي ذوبناها. الزبده ضروري نحيدوا لها ديك الماء اولا ديك الحليب ديالها، المهم كتعمل واحد الرغيوه نحيدوها لها. غنحاول انني نخلطهم مزيان ونبسبس ديك الطحين وغادي نرجع معكم. صافي هنا من بعد ما ندمجوا مزيان كما كتشوفوا، راه ملي كنجمعوا ديك الطحين كيتجمع لنا، يعني كيولي تقريبا بحال العجينه، يعني كيولي مجموع. صافي غندوز عاوتاني نغربلهم المره الثانيه. صافي من بعد ما غربلت المره الثانيه عاوتاني بقى لي واحد شويه كما كتشوفوا هنايا غنحيدو حتى هو. صافي هنايا زولت النص ديال الخدمه، غادي نغطي هاد القصعه ونخليها حتى النهار الثاني عاد نكمل عليها. صافي النهار الثاني يعني دابا جينا الخدمه ساهله، غنزيدو غير السوائل. هنا راه زيت ديك البيضه كلها يعني كامله، يعني ماشي غير الصفر. وغادي ندفي ديك الكاس اللي كان فيه الماء زهر والخل والزعفران، وغنبقى نخلط شويه بشويه. هنا ديك الكاس عمرته بالماء عاوتاني دافي، ونبقى نضيفو الماء غير شويه بشويه، يعني العجينه خصنا نطلعوها قاصحه. صافي من بعد ما جمعت العجينه ديالي كما شفتوا انتما كتشوفوا القوام ديالها، يعني شاده في راسها وكتجي ما شاء الله بحال مدلوكه، يعني غير جمعتها ما دلكتها ما حتى حاجه. صافي عملتها واحد الميكا او بولس هكاك، خليتها واحد 5 دقائق ودوزت ليها. دابا هنا غنطويها بحال الشكل ديال الرغيفه، يعني غنطلقها المره الاولى ونطوي ديك الجناب يعني نداخل. من بعد عاوتاني غنولي نطلقها كما كتشوفوا وغنطويها عاوتاني نداخل، يعني جنيبات، يعني نطويوها كي بحال الرغيفه وصافي. يعني ضروري نديروه في البلاستيك لان باش ما تيبس الناشي. صافي خليتها ترتاح شويه ودابا غندوز باش نطلق. كنبداو بالاولانيه اللي طويناها، غناخذ منها غير النص. صافي غنطلقها واحد شويه هكا بالمطلق ومن بعد ندوزها في الوراقه. المهم الا ما كانتش الوراقه ديروها بالمطلق وصافي. المهم انا عملتها رقيقه كما كتشوفوا. صافي وغادي نعبر بهذيك القطاعه، المهم هذيك ما كتقطعليش مزيان، غير غنعبر ناخذ بها يعني القياس وصافي في العرض. صافي هنايا من بعد ما نقطع هكا غادي كل وحيده غندير فيها 5 ديال الشراطي. المهم انا غادي نحسب معكم. غادي نقطع ديك الطريف اللي مخسر وغندير في الوسط 1 2 3 4 5 6 نقطع فيها 1 2 3 4 5 و6 نقطع فيها 1 2 3 4 5 و6 نقطع فيها. صافي غنستمر هكا وغنرجع باش نشبك معكم. انتم غتشوفوا الطريقه جيت سهله، راه كاينه 2 انواع ديال التشباك. المهم دابا نخليها لكم فيديو قصير او فيديو شورت بالعرض البطيء اللي كتجيها صعيبه شويه التشبيكه. المهم هي ملي غادي تشوفوها وتشبكوها مره الاولى الثانيه الثالثه راه غادي ديروها بواحد السهوله، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. صافي غادي ناخذ وحده كما كتشوفوا هنا راه فيها 1 2 3 4 5 6 ديال الشرائط، يعني واخا كنقطعوا 5 ديال الفتيحات كيبقاو لنا 6 ديال الشرائط. كنهزوا 2 شرائط نحطوهم على 2، كنقلبوها هكا وكنشبروا ديك الجوج اللي بقاو لنا ونقلبوهم عليهم. هنا غادي نفتح واحد شويه بحال هكذا وغادي ناخذ الجنيب ديالهم بجوج ونقرصو. هنا راه ما تلصقتش مزيان ولكن ما كاين مشكل. صافي ملي غادي نقرصوهم نشبروهم هكا ونقلبوها كما كتشوفوا، يعني كتولي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الصوره تكون واضحه. كتجينا على هذا الشكل هذا. صافي ديك الجنيبات الا كانوا طويلين قطعوا منهم، انا ما خليتهمش طويلين، يعني ما قطعت ما حتى شي حاجه، يعني عقرصتو. صافي وغنحطها يعني نستف. غنعاود معكم وحده اخرى غنديرها فوق الطبيص الابيض باش تبان اكثر، حيت فوق ديك اللوحه بجوجهم تقريبا نفس اللون. انا كنحسب معكم هنا 6 ديال الشرائط. غناخذوا جوج نحطوهم على جوج بهذه الطريقه، غنهزوها كامله ونقلبوها
ونوليو نقلبوا عليهم ديك الجوج اللي كيبقاو لنا. كيوليو لنا هانتوما غتشوفوا معايا، يعني هنا 3 وفي الجهه الاخرى 3. صافي نفتحوا واحد شويه بحال هكذا، وغنهزوا ديك الجنيب هذا مع ديك الجنيب الاخر ونقرصوهم، يعني نلصقوهم مع بعضياتهم. كتبقى لنا ديك الفتيحه بحال هكا كنشبروها ونقلبوها من تما بحال هكذا، وكنفتحوا ونعاونوا بصبيعه يدانا من تحت نطلعوا ديك اللي هما قرصناهم مع بعضياتهم. صافي كنحطوها ونقرصوها مع الجناب، وها الشكل عندنا واجد. صافي كنحاولوا اننا نقدوها، وكما كتشوفوا كتجي مزيونه. غادي نولي نعاود معكم وحده اخرى عاوتاني. كناخذوا هكا نطويو جوج على جوج، كنقلبوها كلها هكا ونطويو ديك الجوج اللي بقاو لنا، نحاولوا نفتحوهم هكا عاد باش تبان، وغنقرصوا عاوتاني ديك الجنيبات. غادي نشارك معكم عاوتاني طريقه واحده اخرى نفس التشبيكه. كنحطوا الجوج الوسطانيين على ديك الجوج طرفانيين، عاوتاني نحطوا هاد الجوجه على الاخرين بحال اللي كنديروا الكارطه. صافي وغادي نفتح. هنا بغيتو تقلبوها اولا تفتحوها هكا، كنعاونوا هكا بيدانا بصبيعه يدانا هكا من تحت نطلعوا ديك الجنيبات. هنا ما كنلصقوا ما حتى حاجه. صافي كنحطوها فوق سطح العمل وكنقرصوها هكا من الجنب. غنعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا حتى هاد الطريقه راه ساهله وكتجي مزيونه. صافي كنحط جوج على جوج على جوج، يعني هما 6 شرائط. صافي ملي كنعملوا جوج جوج هكا كنفتحوهم وكنعاونوا بصبيعه يدانا نطلعوا ديك اللي من تحت، اولا نيشان كنسيبوها هكا فوق سطح العمل وكنقرصوا مع الجنيبات. صافي من بعد ما كملتها كامله بالتشباك خليتها ترتاح واحد 2 سوايع ودوزت باش نقليها. راه كتناشفه اليوم البرد دغيا كتنشف، اولا تخليوها ليله كامله حتى يومين ما كيوقع لها والو، حيت ما فيها شي خميره الخبز يعني الخميره الحلوى، وكل ما بقات كتجي غزاله. صافي هنا راه يابسه كما كتشوفوا، كنحط وحده فوق وحده ما كتخسرش، يعني الشكل ديالها كيبقى كيف ما كنحطوها المره الاولى. عندي الزيت هنايا راه كيسخن، نعملو الزيت الكافي اللي تغطس لنا فيه ديك الشباكيه. وعندي العسل دفيته واحد شويه. هاد العسل دابا نخليها لكم في صندوق الوصف، سبق لي وشاركتها معكم كتجي رائعه. وعندي واحد الكسكاس اولا صفاي اللي غنصفيه فيه. المهم هنا من بعد ما سخن الزيت كنخليوه حتى كيسخن تماما. انا جربت واحد الطريف كان بقى لي هو الاخراني. صافي ملي كنحطوه يعني كتطلع ديك الشباكيه الفوق. هنا النار متوسطه اولا تحت المتوسطه، ما نجهدوش العافيه، نخليوها طيب على خطره، يعني تقلى على خطره. وطبعا كنبداو بالاولانيه اللي شبكناها، يعني الصينيه الاولانيه اللي عمرتها يعني هي اللي كنبدا بها، يعني كتكون ناشفه مزيان. وبعد ما كنقلي القليه الاولى راه الاخرى عاوتاني كتزيد تنشف يعني ما كنجيو نكملو حتى كتكون كلها ناشفه مزيان. صافي هنا ملي كنعمروا المقيله، المهم نعمروها شي بزاف وحتى كتشد راسها، كندوروها بهاد الطريقه هذه، غير كندفعوها هكا واحد شويه باش كدور وكتقلى لنا. ومره مره الا شفنا شي وحيده تحمرت غنقلبوها وحنا مقابلينها، يعني ما نحيدوش عيننا عليها. صافي حتى كتاخذ لنا واحد اللويل مذهب، يعني ما نخليوهاش تحمر بزاف، حيت ملي كنديروها في العسل كتزيد عاوتاني تحمر. صافي كنحيدوها من الزيت وكنحطوها هكا في الشبيكه، كنقطروها مزيان قبل ما نديروها في العسل. هنا ملي كنحطها في العسل يعني كنحاولوا اننا نهزوا العسل غير بشويه ونخويوها عليها، اولا المهم كنغطسوها مزيان ونخليوها حتى كنقليو القليه الثانيه. يعني ملي كتكون الثانيه لاين تقلى كنحيدو هذيك القليه الاولانيه من العسل ونحطوها في الشبيكه كتستقطر. صافي غنبقى هكا حتى نكملها كامله، يعني ندير قليه في المقله ومني كتقلى كنحطها عاوتاني في العسل ونخليها تما، نحاول نغطسها اولا نهز بالمعلقه ونحط عليها. ومن بعد كندير القليه الثانيه. هنا الا حسيتو بلا الزيت سخن بزاف، منين نحيدو القليه الاولانيه نقصوا لا اولا نطفيو على الزيت عاد نشعلو عليه. هنا راه كنت كنمسح ديك الشبيكه من تحت، هي واحد الزويف ديال الكاغيط هكا باش ما يبقاش يقطر لي الزيت يمشي يقطر لي في العسل، يعني خصنا نقطروها مزيان. صافي من بعد ما كملتها غادي نخوي عليها ديك العسل اللي بقى لي في الزلافه ونخليها تتقطر مزيان وغادي نرجع معكم. صافي كتكون هذه هي الشباكيه ديالنا، جات غزاله رائعه، جات مجعبه ما شاء الله. هنا نزيد واحد الخويط هكا ديال العسل. راه كنت كنرش عليها الزجلان ملي كنت كنديرها في البلاطو، كنرش شويه يعني ماشي بزاف،
وغنزيد عاوتاني واحد شويه من الفوق كما كتشوفوا. الزجلان كما قلت لكم راه حمرت واحد شويه، وهنا غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا ما شاء الله كتجي مجاعبه شاربه العسل ولذيذه وكتذوب ذوبان. كنتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه، صدقوني ما تحسوش حتى بها. المهم واخا تاخذ لكم شويه ديال الوقت ولكن النتيجه رائعه ما شاء الله. في المذاق غزاله ما تشبعوش منها. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو وتخرجوا منه مستفيدين، وكنشكركم دائما على حسن المشاهده وعلى التعليقات المزيونه اللي كتخليوها لي. هنا غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا ما شاء الله، وانتم غتشوفوا معايا. كنتمنى الفيديو اليوم او الوصفه اليوم تكون نالت الاستحسان ديالكم، وإلا وصلتوا معايا حتى لهنا وعجبكم الفيديو ما تنسونيش بديك البصيمه، ونتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.